الخيانة مش دايما بالجسد، أوقات بتحصل بكلمة. الكلام الحلو مهم قوي في حياتنا، بس بيبقى مهم أكتر ونحس قد إيه إحنا مفتقدينه لما نلاقيه بس بيتقال لحد تاني. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الشخصية. جات لي مشكلة بتقول كنت بدور على صورة لولادنا على الموبايل بتاع جوزها، لقيت شات بيقول وحشتيني قوي. أنا قريتها قلبي وجعني، حسيت إن صدري بيتشق نصين. شيماء عندها 37 سنة، موقف بسيط جدا، بتدور على صورة في موبايل جوزها على آخر خروجة ليهم ولولادهم عشان تطبعها وتعلقها. لقيت في تليفونه ولقيت على الواتساب مكتوب وحشتيني، وبعدين كمان مكتوب مش قادر استنى لما اشوفك. وكمان هي ردت وقالت له انت اكتر. بتقولي انا حسيت بدوخة، دورت على المحادثة لقيت مكالمات تانية ولقيت ضحك ولقيت مشاعر واشتياق. مفيش حاجة جنسية ولا حاجة خارجة. واجهته، قال لي انت مكبرة الموضوع قوي، انا كنت بس محتاج اتكلم مع حد وانت مشغولة دايما. انا اتوجعت، اتكسرت، مش عارفة اقول بالظبط ايه اللي حصل لي، بس مش علشان خدني جسديا، بس لانه شارك مشاعره مع غيري. هو ده ينفع؟ طبعا هو ما ينفعش. دي حالة واضحة جدا من الخيانة العاطفية. ما اقدرش اقولك انها مش خيانة، وهي اخطر نوع من انواع الخيانة، لانها بتكسر الثقة على مستوى اعمق كمان من الخيانة الجسدية، لانك بتشكي ان اللي حصل ده بناء على مشاعر، مش بناء على رغبات ولا نزوة ولا الكلام ده كله. ده حاصل على مستوى القلب. ده عبارة عن ارتباط وجداني بشخص تاني خارج العلاقة الأساسية. يعني انتوا زوج وزوجة، بينكم وبين بعض مشاعر، هو ارتبط بشخص ثالث وجدانيا، وطبعا بيخفي ده عنك لأنه ما ينفعش يواجهك بيه، لأن دي خيانة. الأذى هنا مش بس في الرسائل، لأ، لكن في النية اللي وراها وفي الاحتياج اللي قاله لها، الاحتياج اللي اتسحب من ايديها، اللي بقى في العلاقة الأصلية المفروض يكون ليها ودلوقتي بقى لحد تاني. ايه الحل؟ المواجهة الصريحة ضرورية جدا، لا بدون تهويل ولا بدون انكار. يعني انتي بتكلميه زي ما انتي كلمتيه كده، اللي حصل كذا وكذا وكذا. وكمان هو كمان ما ينفعش ينكر. الراجل لازم يتحمل مسؤولية اختياره، ولازم يواجه نفسه قدام مراته لما يقرر يعمل علاقة تانية. الست لازم تعبر عن وجعها، بس من غير ما تحبس نفسها فيه. يعني ايه؟ يعني انت لازم توضحي انك متضايقه وانك تعبانه وانك بس تحاولي تخرجي من الوجع ده عشان نكمل الحياه. لو انتوا الاتنين بعد موقف زي ده قررتوا تكملوا، فالعلاج اللي بينكم هو اللي هيساعدكم على بناء الثقه من جديد. في الحاله دي دايما انا بنصح انكم تروحوا لحد اخصائي علاقات زوجيه، لان الخيانه مش بس كسر، لا، اوقات الخيانة بتبقى فرصة للبنى، فرصة ان احنا نبدأ علاقة جديدة، وممكن كمان للأسف تكون فرصة للرحيل بكرامة. كمان جات لي مشكلة بتقولي هي زميلته بس كلامه ليها ما بقاش عادي. بتقول كنت بسمعه وهو بيكلم زميلته، دايما كانت نبرة صوته مختلفة، دافية لطيفة مليانة اهتمام، عينيه بتضحك. لما جيت قلت له قال لي انت بتتخيلي انت بتعملي كده ازاي؟ بس انا قلبي ما بيكدبش، انا حاسه انه ما بيكدبش. انا عندي 30 سنة، متجوزة من 4 سنين، اسمي رنا، جوزي بيشتغل في شركة كلها بنات، أو يعني فيها بنات كتير. عمري ما كنت بغير، لحد ما سمعته مرة بيكلم واحدة منهم، كان بيضحك بطريقة ما ضحكهاش معايا، صوته فيها ود أنا ما بشوفوش ليا. أنا ما كانش في الكلام حاجة غلط، بس كان فيه حاجات زيادة أنا ما بشوفهاش ليا. سألته قال لي دي زميلة عادية وبنضحك مع بعض، ده كلام عادي. بس أنا قلبي وجعني، مش من الضحكة، من إحساسي إن جزء من حنيته ما بقاش ليا لوحدي، وكمان في أجزاء مش بتاعتي أساسا. طبعا ده نوع برضو من الخيانة العاطفية. هي مش شرط إنها تبدأ بنية خبيثة، لا خالص. أحيانا بتبدأ بارتياح زيادة، بتتحول مع الوقت المشاعر متبادلة حتى لو الطرفين ما اعترفوش بده، لكن هي بتتحول. الراجل اللي بيشارك اهتمامه وحديثه وحنانه مع واحدة بره العلاقة الأساسية في حياته، هو بيسحب من رصيد مشاعره اللي المفروض يديه لمراته، بيديه لواحدة تانية. الحل هنا ايه؟ لازم نرسم خط واضح بين الزمالة والخصوصية. الزمالة تساوي شغل، لكن الحنية تساوي بيت، فما ينفعش ندي الحنية في الزمالة. الزوجة ليها كل الحق تقول أنا متضايقة من غير ما تتهم بالغيرة أو الدراما، والزوج لو حاسس إنه فعلا تعدى الأصول
أو الحدود لازم يراجع نفسه ويختار، ويعرف إنه ممكن حياته تنهار لو ما راجعش نفسه واختار. يسأل نفسه أنا مستعد أخسر زوجتي عشان أربح واحدة مش من حقي؟ القلوب مش لعبة، والمشاعر مش ملك مفتوح للجميع، فبالتالي لازم نبقى عارفين المشاعر دي لمين وحق مين. بعتت لي مشكلة وهي متضايقة جدا، تقول لي أنا مش خاينة بس كلامي خرج بره حدود البيت. قالت لي كنت بتكلم مع زميلي كل يوم، كان بيسمعني، بيهتم بيا، بيضحكني، ما كانش في نية خيانة، بس لما جوزي عرف ساب البيت. أنا عندي 34 سنة واسمي نهى. حبيت أتكلم، جوزي ساكت طول الوقت، مش بيسأل، مش بيهتم، وفي نفس الوقت في الشغل زميلي بيكلمني بلطف، بيقعد يسألني مالك وبيهزر ويسمعني، واسأله تفاصيل صغيرة جوزي شايفها تافهة جدا أو حتى مش عايز يسمعها مني. حسيت إن في حد شايفني، ومع الوقت بقيت استناه يكلمني وبفرح برسالته أكتر من أي كلمة في البيت. ما حصلش بينا حاجة، بس جوزي فتح الرسايل وشاف وسكت، وبعد كام يوم خد هدومه ومشي. أنا مش خاينة، أنا بس كنت جعانة اهتمام. يعني أقول لك إيه، أنت عندك فراغ عاطفي. الفراغ العاطفي بيخلي الطرف المتألم اللي هو أنت يدور على الاحتواء بره العلاقة، مش بالخيانة الجسدية لكن بالمشاعر، وده خطر جدا لأنه بيفتح الباب للانزلاق التدريجي، تزحلقي في العلاقة. وفي علم النفس الأسري بيطلق عليه بديل عاطفي صامت، يعني بقى عندك بديل للزوج الصامت، شخص بتروح له عاطفيا وقت ما المفروض تروح لشريكك وحبيبك. الحل هنا لازم يبدأ بالصدق، لازم الزوجة تعترف بوجعها قبل ما تدور على بديل، لازم تواجهه إن ناقصها حاجة. الزوج كمان لازم يبقى حاضر حتى ولو مرهق بالنسبة له، لأن الصمت الطويل بيخلي القلب يصرخ من جوه، والعلاقة لو اتهزت. علاج الزوجي هو وسيلة حقيقية لاستعادة الثقة. ما زال رأيي دايما لما بيكون في خيانة أو شك في خيانة أو الثقة راحت، لازم يكون في علاج زوجي متخصص. الخيانة مش دايما بالجسد، أوقات بتحصل بكلمة، لكن وجعها بيوصل للقلب أسرع من أي خيانة تانية. في الحلقات دي الكلام خرج من حدود البيت، عدى الحدود وطلع بره، وصل لأماكن ما ينفعش يوصل لها. شيماء انكسرت برسالة، رنا اتوجعت من ضحكة مش ليها، ونهى لقت نفسها بتدي اللي جواها لحد تاني من غير ما تحس. الخيانة مش بس فعل، الخيانة بتبدأ لما احنا ننسى حدود قلوبنا. البيت مش حيطان، البيت هو الأمان. لو الأمان ضاع الحب بيتسرب. اسأل نفسك دايما، لو شريكي شاف المحادثة دي هيفرح ولا هيتكسر؟ راجع كلامك، راجع قلبك، وخلي كل كلمة تقولها تكون ما بينك وبين اللي من حقه يسمعها، مش مع حد تاني. لحد هنا حلقتنا خلصت، لكن لقاءاتنا ما خلصتش. أشوفكم في حلقة جديدة من أسرار الشخصية مع أمنية.